السلام عليكم ورحمة الله. في غسالة مرمية في المستودع عندنا ما تسوى لها 5 ريال، عرضها فيصل في الحراج، وجاء واحد قال اشتريها منك ب750 ريال. طريقة نصب جديدة، انتبهوا منها، انظروا في الشرح. طبعا الطريقة كيف؟ انت تعرض سلعة في موقع الكتروني، يجيك شخص ويعرض عليك سعر مغري ويقول لك انا خلاص انا حدفع ثمن الاستلام وانت تدفع ثمن التوصيل، ويرسل لك رابط خاص بسمسم. اسمعوا رسالته. يا اخوي الله يسعدك، الحين انا برسل لك الموقع حق سمسم، تدخل عليه تملي بياناتك فيه وتقص الفاتورة اللي هي فاتورة التوصيل 25 ريال. عشان انا دخلت الموقع وقصيت فيه الفاتورة حقت الاستلام، باقي انت تقص فاتورة التوصيل عشان حجز الشحنة في الشركة وانا اخوك، عشان يمرك المندوب ان شاء الله عشان يستلم منك. لاحظت رسالته وارسل موقع. طبعا الموقع مو موقع سمسم، الموقع خطأ. ندخل على الموقع اللي ارسله. طبعا ندخل على الموقع، نضغط اطلب الخدمة الان، ادخل القيم، طلب توصيل، هو مرسل لك رقم شحنة، انت ادخل هنا اي رقم، مو هو لازم الرقم اللي عنده. القيم اللي تدخلها هنا وهمية، حتطلع عنده هناك هذا كربون، الخلفية موجودة عنده، اي قيمة تدخلها هنا حتطلع عنده هناك في المدونة، اي قيم تدخلها هنا حتطلع عنده في المدونة، زي اسم المدينة اي اسم، قيمة السداد حط اي قيمة، اصفار مثلا، التفاصيل هذه كلها حتطلع عنده هناك في الخلفية اللي عنده. الان انت دخلت وعملت تقديم طلب، بعد ما تقدم الطلب حيوجهك الى صفحة فيها جميع البنوك السعودية. ندخل على اي بنك منها، مثلا دخلنا على بنك الراجحي، اسم المستخدم كلمة المرور، انت بمجرد ما تكتب اسم المستخدم وكلمة المرور حتطلع عنده هناك، وهو بدوره حيدخلها في التطبيق الصحيح للراجحي. احنا هنا حندخل اي قيمة، لكن هو على حسابات انك حتدخل القيمة الصحيحة. كتبت اسم المستخدم، كتبت كلمة المرور، حتطلع عنده، حيدخلها هو بدوره في التطبيق. هو هناك حتجيه تم ارسال الرسالة حتجيك انت، وانت بدورك حتدخلها هنا على اساس ان هذا الموقع صحيح وهو وهمي. بمجرد ما تكتب الرسالة هنا الرقم اللي جاك، هو حيجي هناك وينسخه ويكتبه في التطبيق ويدخل على حسابك بهذه الطريقة. انتبهوا ونبهوا من تحبون واقتلوها قبل أن تنتشر. الله يحفظكم جميعا.